نيران صديقة، مصطلح سمعناه لأول مرة في حرب العراق، وبنقوله من ساعتها لما الأذية بتجيلنا من أقرب الناس لينا حتى لو من غير ما يقصدوا. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الكذب كغريزة طبيعية بتمارسها كل الكائنات علشان تعيش، وعلشان احنا لا أي ولا زي فالموضوع بقى عندنا أوفر وبقى جزء من حياتنا اليومية، والواحد فينا بقى يكذب في المتوسط 7 كذبات في اليوم. المدهش إننا مش بنكذب بس عشان نحمي مصالحنا أو نحمي نفسنا من الغرب، معظم كذبنا بيبقى على القريبين منا وخصوصا حبايبنا. قليل الادب. اعذرني يا خال، اصلا انا وسخ. تقولش على نفسك كده، خالك اوسخ. يا ترى بنعمل كده ليه؟ ويا ترى ده صح ولا غلط؟ ده اللي هنتفزلك فيه النهارده. علشان نلاقي تفسير للتصرف ده لازم نعرف في الأول احنا عايزين ايه من اللي حوالينا. مش مرتاح لك. احنا ببساطة عايزين نبقى مبسوطين وعايزينهم يبقوا مبسوطين، عايزين نسيب انطباع كويس عندهم، عايزين نقوي علاقتنا بيهم، عايزين رأينا يتسمع ونبقى قدوة، عايزين نخليهم يعملوا لنا اللي احنا عايزينه، عايزين نبقى أقوى أو على الأقل نبان أقوى. نيتنا صافية صافية صافية، وعشان نوصل لها أحيانا بنضطر نكتب. يا الكلمة قبل ما تقولها. خليني أطمنك في الأول إن معظم الكذب اللي بنكذبه على اللي حوالينا كذب أبيض، سوشيال لوبريكانت. ربنا يريح قلبك زي ما ريحت قلبي. وده ليه 3 أنواع. أولهم كذب لتحسين التواصل الاجتماعي، البرو سوشيال بيهيفير، وده مهم في العلاقات سواء الاجتماعية أو العاطفية. وفيه إحنا بنحمي نفسنا أو بنحمي الشخص اللي بنكذب عليه علشان نخليه يحبنا أو يفضل يحبنا ويحترمنا، وده غالبا بيبقى عن مشاعرنا، كنا فين، خططنا للمستقبل. وأشهر الأمثلة ليه: يا بابا انا عندي اجتماع مهم دلوقتي. بس انتي خاسه. حلوة. هو هنا خايف على زعلها ومن زعلها وقلبتها في نفس الوقت. غلابة الرجال. النوع التاني سيلف سنترد، نوع بنحمي فيه نفسنا وبنبروز نفسنا قدام الناس علشان نبقى قدوة للي حوالينا، وده بيبقى عن إنجازاتنا وثقافتنا وقناعاتنا الشخصية. بنستعمله مع الغرب وفي الشغل كتير قوي، بس ده برضو ما يمنعش إن احنا بنستعمله مع عيالنا. والنوع ده الرجالة بتستعمله أكتر من الستات، ومن أشهر الكذبات في النوع ده: انا ما يهمنيش الفلوس يا معلم. احنا بنشتروا راجل. النوع الثالث other oriented، بنكذب في حاجة تخص اللي قدامنا وبنجامله علشان ما يزعلش، وده الستات بيعملوه أكتر من الرجالة علشان عندهم دم. طيب يا سيدي شكرا. وبيبقى على الصحاب والقرايب، وفي الغالب بيبقى عن رأينا في لبسهم أو عيالهم. وأشهر حاجة في النوع ده: عروستنا الحلوة عاملة ايه؟ ست مربوحة. ايوه. الناس كلها في المزاريطة هتتهبل على الدريسنج بتاعك وعاوزين يعرفوا مين هو المصمم. وزي ما في من الأنواع اللي فاتت دي كذب أبيض، في برضه كذب أسود اللي هو الخداع أو الديسيفينج، وده بيدخل تحت المظلة بتاعته الغموض والتحوير، وإنك تخبي جزء من الحقيقة أو تقلل منها أو تبالغ فيها. النوع ده يقدر أي علاقة، ومع ذلك للأسف كلنا بنعمله لأننا كلنا بنضعف، وكل ما الناس كانت أقرب لينا وخوفنا من إن هم يعرفوا الحقيقة ويشوفونا على حقيقتنا كانت أكتر، كل ما احتياجنا للنوع ده من الكذب كان أكبر، لأن الحب والسعادة عندنا أهم بكتير من الشرف والأمانة. انت بتتكلم جد. علشان كده الكذب الأبيض في العلاقات الاجتماعية غالبا ما فيهوش مشكلة، بس في العلاقات العاطفية الموضوع مختلف. الكذب بكل أنواعه، أبيض أسود ليه ممكن يتحول في أي لحظة لنيران صديقة. عارف ليه؟ ليه؟ لأن العلاقات العاطفية مش مبنية على الثقة بس زي باقي العلاقات. العلاقات العاطفية محتاجة كمان أمانة، وخصوصا الأمانة العاطفية. مهم إن البارتنر بتاعك يشوفك ملط. اقلع يالا. وأنا ما أقصدش فيزيكالي بس، أنا أقصد مشاعرك وأحاسيسك كمان، لأن ده الفرق الوحيد بينه وبين أي حد تاني أنت تعرفه. يعني ما ينفعش تقول له أنت كويس وأنت مش كويس، ما ينفعش تشكر في هدية مش عاجباك. الأمانة دي تمنها غالي ومحتاجة شجاعة مش موجودة عند معظمنا. ما تحسسونيش ان انا السبب. بس الحقيقة إن الكذب تمنه أكبر بكتير، ده لأن الأمانة مرتبطة بالدين والمبادئ والمجتمع، ولو الحاجة اللي احنا مخبيينها ضد حاجة منهم ده بيولد عندنا شعور بالذنب، بيأثر على بصتنا لنفسنا، وبيحط علينا ستريس كبير في إن محدش يعرف.
وبيخليك تبتدي تبني حيطة بينك وبين البارتنر بتاعك، وتبتدي تهرب من الكلام معاه في مواضيع معينة. واقفه من متى؟ من ساعة ما الغزالة ما كانت رايقة. ومع الوقت بيكسر الحميمية اللي بينكم اللي هي أصل العلاقة. أكيد إحنا من حقنا شوية خصوصية، بس في حاجات ما ينفعش تستخدم. شوف مين اللي بيتكلم. في الآخر خلينا نقول روشتة صغيرة عشان نقدر نتعامل مع ضعفنا ونحاول نقلله. اتكلم يا ابن الشعب. أول حاجة لازم نعرفها إننا بني آدمين. انسان ضعيف. إحنا ممكن نغلط عادي على فكرة، ومش لازم نبهر كل اللي حوالينا. أهم حاجة إننا نبقى عارفين إن الأمانة والحقيقة الكاملة هي الضمانة الحقيقية لاستمرار أي علاقة. والأمانة هنا مش معناها إنك تبقى قليل الذوق. مهم إنك تنقي الوقت والمكان والطريقة المناسبة عشان تقول الحاجة اللي أنت عايزها. بلا خوف. خلينا نقول هنا إن الفيديو ده مش بيبرر الكذب ولا بيشجعه. إحنا بس عايزين نقولك إن في كذب صحي وفي كذب مدمر، والاتنين بينهم شعرة رفيعة قوي. خلي بالك منها واوعى تعدي. أعمل إيه يعني يا سجوني؟ هقولك اسمع كلام ويجز وخلي كلامك على قد اللي بتقوله. والقوي في قوته، بس على الغلبان شيطان ضحك على الكل، والذل كان عنوان نشر الفجور والظلم ما بين بني الإنسان.